مرت خيو. خي؟ يتجوز مرت خيو. يعني لما عبد القادر تجوز مرت خيو. ومين عبد القادر؟ أنا. يعني لما أنت تجوزت مرت خيو. مرت خيك. مم. بعد قديش من طلاق خيك تزوجت مرت خيو؟ لا لا، أنا ما اتطلقت، لا. ما كانوا مطلقين؟ لا. يعني أنت جوزت مرت خيك وهي كانت بعدها مجوزة عزمت، خيك؟ أيوه. شو إيه؟ يعني أنا تجوزتها بس كانت على ذمة خيي. يعني امرأة متزوجة خي وخيه، أيوه. كيف دخلت عليك هذه المرأة؟ أو بعد قديش من زواج خيك؟ بعد زواج خيي ب4 سنين دخلت علي على البيت بثياب عارية. كيف بتياب عارية؟ آه يعني بال- يا بتياب يا عارية. بثياب داخلية. ثياب داخلية بس فقط. وأي إنسان بس إن صار معه هالشي هاد إلا ما يغلط. فأنا وين؟ لما انفات علي هي مرت خيي ولا أنا انهبلت؟ طلعت هيك هي مرت خيي ولا لا؟ صرت أحكي مع حالي. إذا خبرت خيك شو بصير؟ إذا خبرت خيي بدنا نتكاون أنا وخيي، أكيد راح يصدق زوجته. وإذا خبرت بيك شو رح يصير؟ أكيد راح يصدق مرت ابنه. فهي الامرأة خبيثة كتير كتير. تاني نهار تاني نهار نفس الشيء. أي ساعة كانت عم تدخل عليك؟ يعني أي ساعة يعني على التنتين بالليل، على 3 بالليل، هيك شيء. يعني تكون الدنيا هادي تدخل هيك. كيف كانت عم تظهر من بيتها إلى منزلك بالليل الساعة 2 3 الفجر؟ بتحط حرام على حالها للبيت لعندي بتشلح. التحرش كان عم بزيد مع الوقت؟ يعني أول مرة ثاني مرة كان عم بزيد؟ كان تحرش لفظي؟ كان تحرش جسدي؟ كانت عم بتقرب أو هي فقط؟ كانت عم بتقرب كمثلا بدي أعيشك أحلى الأيام، بدي أعيشك أحلى الساعات، أنت حبيبي، من هالكلام اللي يعني الكلام حلو. بس أنا لا. يعني قل لها يا بنت الحلال ما بدي وما بعرف شو وهيك. يعني أنت مين وهيك، يعني هبلتني. أنا انهبلت. مرت خيي معقول تفوت علي هيك؟ م? ما بعرف. بس مين كان إذا مين كان عم بيفتح لها الباب؟ يعني لما كانت عم تجي أول مرة وثاني مرة مين كان عم بيفتح لها الباب؟ باب المكبس بضل مفتوح. يعني وحتى باب غرفتي أنا بالعادة ما بقفله، بضل مفتوح يعني. فتالت مرة يعني صارت تغريني وبدي أعيشك وبدي أعمل لك وهيك، لحتاني غلطت أنا بعترف إنه غلطت. شو اختلف ثالث مرة عن ثاني مرة؟ ثالث مرة يعني غرتني كتير، ويعني قربت مني كتير. أنا وقعت بمصيبة. كنت انت عم تقول اول مره كنت عم ترفض، ثاني مره كنت عم ترفض، شو صار هالمره تحديدا؟ ثالث مرة صار في تعاطي جنسي بيناتنا. صار في شي جنس بيناتنا. لعبت بعقلي. شو لعبت بعقلك يعني؟ يعني مثلا بدي أعيشك وبدي أعطيك مصاري وكل مصروفك علي، وأنت حبيبي وأنت عمري وهيك من هالشيء بس هيدا الأشياء. الكلام بخلي الرجل تتحرك غريزته اذا قالت له انا بدي اصرف عليك؟ أنا بعترف إنه أنا غلطت. كانت بهالفتره كانت علاقتها هي وخيك علاقه متأرجحه، علاقه فيها مشاكل؟ شو كان طبيعه العلاقه بينها هلا وبين بيني وبين خيك؟ خيي أنا ما بعرف. طيب كيف اغرتك بهيدا النهار تحديدا لصار يلي صار؟ أغرتني، شلحت يعني، شلحت كل شيء. صارت تبوس فيني وهيك وصار اللي صار يعني. يعني صار في بيناتنا تعاطي جنس. الصراع اللي عشته بهاللحظات بين الإغواء بلحظات معينة وبين العلاقة الممنوعة لأنه هي مرت خيك، كيف عاش هذا الصراع عبد القادر؟ وليش الغريزة تغلبت على كل الأمور الأخرى؟ يعني أنا ما تحملت حالي. وحي الله الشاب إذا بنت عملت معه اللي صار معي أنا، مستحيل إلا ما يغلط، وأنا كمان ماني نبي لحتى أني ما أغلط. طيب كانت علاقة عابرة، إيه. طيب تاني يوم شو صار؟ هيك لازم صار لازم أحكي كل شيء. بدك تحكي كل شيء؟ صار لازم يعني بعد ما صار الغلط هاد، بعد 3 أيام رحنا على بيتنا، على بيت أهلي. رحت على بيت خيي. بتخيك؟ خيي الكبير.
غير هيدا. سهرت يعني تأخر الوقت، قلت لروح لعند أهلي نام عند أهلي. رحت لعند أهلي عادي، تفاجأت فيهم إنه هنن مين؟ بيت خيي. رحت على الأوضة الثانية بدي نام، اجت من تاني ميل، أنا نايم بهاي الغرفة، اجت من تاني غرفة ببيت اهلك؟ بيت أهلي. رفعت البرداية وصارت تحكي يعني ما شفت إلا حدا بلمس لي هون وهون. مين حس؟ حس خيي. قام لعندي، اجى على الأوضة الثانية. خيك يعني زوجها زوجة سمع انه سمع صوت، في صوت كان حديث بينك وبينها. قام لعندي لما نطلع هيك فاجا صار يضربني، ضربني وشوهني كمان. قمت بالليل وطفشت، هربت انا. هربت وين؟ على بيت خيي عيسى الكبير. لما شافني هيك مشوه وما بعرف شو، هون صار يلعب بأهل الشيطان. ايه، فانا رحت لعند بيت خيي الكبير، قلت له ما عاد بدي يعني اعيش مع اهلي وهيك. المهم غسلت وطلعت وين؟ مطرح الشغل. اجت لعندي بالليل، رجعت اجت بنفس النهار بالليل اجت لعندي هو بنفس النهار، قالت لي انا ما عاد اقدر اعيش تعيش مع مع مين؟ اهلك ولا مع خيك. انا عم بتقول لك انا مش قادره بقى اعيش مع خيك. ايوه وهي كانت بعد زوجته. ايوه. فطلعت هيك يعني صارت تقول لي انه انا بحبك الك مش لخيك. شو قالت لك؟ بحبك لإلك مش لخيك. قالت لي انا بحبك لإلك مش لخيك. هيك تقول لي. انا بدي روح انا وياك، نروح على ضيعه بعيده، نعيش سوا ومعي مصاري، منروح ومنعيش ويعني نكتب كتابنا ومن هالحكي هذا. يعني خيك خلص انا ما عاد بدي اياه، ما عاد بدي اعيش معه. فرحنا انا وياه. على اي اساس؟ على اي اساس؟ انه هربنا انا وياه. ليش هربت معه؟ ما هو انا هون صرت افكر بالانتقام. تنتقم من مين؟ يعني من الكل. يعني بدك تنتقم من خيك اللي ضربك قبل بليله لانه سمعك عم تتواصل مع زوجته. وهي كمان هي شو قالت لك؟ قالت لي لازم نروح لوين؟ على ضيعه بعيده. خلص احنا ما عاد فينا نعيش هون. انت ليش رحت؟ عم اقول لك انا كنت صغير، يعني ماني واعي على حالي شو عم كيف بعمل. منك واعي؟ رجل انت، انا رجل ماني واعي على حالي. انت لا رجل لا اخت نهار، رجل قدرت تعمل علاقه جنسيه كامله مع امراه، يعني انت رجل، يعني انت رجل مستوعب الامور. لا 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 انا ما استوعبت. لا، كيف خدرتك؟ ما في رجل بالكون تعمل معه هيك امرأة إلا ما بيغلط. وأنا غلطت وبعترف إنه غلطت. وين هربت معها؟ على تراب.